هنتكلم عن جهاز البنش بريس لعضلة الصدر. الجهاز ده من أفضل الأجهزة اللي ممكن تمرن عليها عضلات الصدر وتستفيد بيه، ومن أسوأ الأجهزة اللي ممكن يسبب لك إصابة في الكتف لو مش بتتمرن بوضعية صحيحة أو مش بادئ بداية صحيحة عليه. وفي الفيديو ده هكلمك وأعرفك إزاي تظبط وضعية جسمك عليه بطريقة بسيطة من غير ما تسبب إصابة لنفسك. طبعا أنت بتقعد على الجهاز وبتبقى حاطط وزن مناسب ليك هتعرف تتمرن بيه، رجلك ثابتة على الأرض. لو أنا قاعد ورا خالص بالشكل ده كده هتلاحظ إن في زاوية ميل هنا، كوعي مش تحت قبضة إيدي. في الوضعية العادية هتلاقي إن هنا كوعي أبعد من قبضة إيدي، ولو أنا قاعد بالشكل ده فلما اطلع بالجهاز لقدام هتلاقي الجهاز محمل على الكتف، لان الجهاز انا طالع بالشكل ده كده بالمنظر ده. طيب لو انا راجع لورا قوي بالشكل ده هتلاقي كوعي برضو مش تحت قبضة ايدي، ده انا كوعي قدام بالشكل ده، فلما اجي طالع هاذي الكتف. طب الصح ايه؟ الصح ان انا قبضة ايدي هتبقى فوق كوعي على طول بالشكل ده، بقى في اللوح الكتف كويس. بعد كده قبضة ايدي تحت كوعي بالشكل ده، وببدأ ازق الجهاز لفوق كده. انت مش محمل على الكتف خالص، والتحميل كله على عضلة الصدر. من الاخطاء اللي بتتعمل ان اللاعب يرجع بكوعه بالشكل ده، يعني ياخد كوعه لبره كده ويبدأ يزق الجهاز ويرجع دي تأذي الكتف. الصح ايه؟ كأنك ماسك دمبل او بار بالظبط، كوعي فوق، قبضة ايدي فوق كوعي والحركة لأعلى، وكوعي نازل في نفس المسار بتاعه بالشكل ده، عشان ألغي التحميل خالص من على الكتف وابقى مركز تماما على عضلة الصدر. كده يبقى انت عرفت ازاي تظبط وضعية جسمك في أقل من دقيقة على جهاز البنش بريس، وتستفيد بالجهاز في تطوير عضلات الصدر. وشكرا.